يا صباح الخير يا مساء الخير، كيفكن؟ شو الأخبار؟ إن شاء الله تكونوا تمام وانتوا عم تشوفوا فيديو اليوم. اشتقت لكم كتير ورجعت لكم فيديو جديد. غطيت عليكم شوي بس مو كتير يعني، بس على حسب ما استمريت هيك آخر فترة بالتنزيل حسيت حالي هالمرة تأخرت، فإن شاء الله هيك بلكي برجع بصير هيك بنشر أكتر. بهذا اليوم كان عندي طلع على شغلي وكان عندي يوم طويل كتير وشغل كتير، تسوق شغلات عملات، فهي الفقرة انتوا كتير بتحبوها، فحبيت أصور لكم بداية اليوم وأخذكم معي. وهون بعد ما فقت هون شربت كاسة حليب، قلت هيك شي صحي من الصبح، ما بدي أشرب قهوة. بعدين ماما جهزت لنا قهوة وشربت القهوة، كنت جاهزة يعني بدي أطلع وناطرة إنه أخي يخلص مشان نطلع. مثل ما بتعرفوا شغلي بإدلب المدينة، بطلع من الضيعة على إدلب، أوقات بروح على حلب، أوقات على إدلب حسب وين موجود شغلي، ونطلع أنا وأخي يزن، منه بنتمشور منه بنشتغل. انتو شوفوا لي قديش الجو حلو بجنن كان، والمناظر هيك من ضيعتي لشغلي كتير حلو يعني لأدلى بالمدينة. فكان عندي روح على مركز التجميل أول الشي، مشان منه عندي معاينات، منه عندي شغل تصوير، ومنه هيك كام شغلة لازمتني. وشوفوا هذا اللوك لبسته بهذا اليوم، كان برد فكتير بحب هذا الكاب. وبعدين جينا لعند الدكتور، فتنا كان جاي معنا قرايبنا مشان يعمل هيك معاينة لأسنانه، مشان تقويم هيك شغلات يعني. فأنا بالعادة ومن جديد كل شي عم باخد روتين لبشرتي أو لجسمي أو أي شي عم باخده من هون كمان محل ما بشتغل. فأخدت روتين كامل هلأ بالفيديو، بنص الفيديو أو بآخر الفيديو بتشوفوا شو أخدت. وطبعا هذا بيناسب لبشرتي يعني، لأنه كنت عم خبص. طيب نجيب وحدة؟ جيب شوف. 20 ولا 12؟ ايه. أخدته. عندي هلأ تصوير فعم نجهز بعد ما خلصت جلسة أسناني، رجعت للشغل وأخيرا. وهيك يا صبايا بعد ما خلصت شغلي من المركز ومن المتجر ومن كل شي يعني، وخلصت مواعيد اللي علي والتصوير والشغل كله، حملنا حالنا ورحنا أنا وأخي. أول شي رحنا لعند محل عمي يعني مشان يشوفون أخي يزن وهيك، هو لأن بالخمارة محل ماجيلا جروب هو محل رجالي. وبعدين رحت على محل ولادي مشان بدي بدل لابني بدل، واخذ له بيجامة وبوط. اما البوط اللي اخذت له اياه هو لونه ابيض هيك، تركته للعيد مشان ما يعجقه هلا. واخدت له هيك بيجامة قطنية خفيفة بس تقيلة كتير حلوة يعني، بس انه قماشها قطني وهيك بيناسب هلا الجو. فبعدين كمان طلعنا وكان عندي موعد شغل تاني مباشر هيك، شفناهم خلصنا طلعنا ورحت رجعنا على أريحة. بالعادة أنا باكل بإدلب، مثلا بفطر بإدلب أو بتغدى بإدلب أو بتعشى حسب أي وقت أنا موجودة هنيك، لأنه بطول هنيك كتير يعني. أقل ساعات أنا بنوجد فيها بإدلب أقل شي 4 5 ساعات بضل هنيك. فبعدين قلنا لا بدنا نروح لعند بابا على المطعم بأريحة وناكل عنده أنا وأخي يعني، لأنه كان قايل لي بابا إنه يا أما افطري عندي يا أما تغدي، شوفي إيه ما حابة تاكلي إنتي. فنحن وراجعين عدينا لعنده وأكلت عنده. وهيك بدكم تقولوا صار علي أوفر أنا دفع مصاري. صرت آكل من مطعم بابا. كنت وقت اللي أطلع لبرا خلص بدي أتعشى أو بدي أفطر أو أتغدى صار كتير يعني، أنا عن جد كتير أكتر مصروف بصرفه هو على الأكل واللبس هيك يعني حسب، بس أكتر شي بصرف أنا على الأكل والشرب والنقرشات وهيك برا لما بروح على الشغل. فهلأ صار ما في شي يندفع من جيبي، كله من عند بابا. فمثل ما شايفين هذا مطعمنا، فيه قعدات عربية عائلية شبابية، في كمان كراسي طاولات، في قعدات هيك يعني محجوبة إنه ما في حدا يشوفكن. مثل ما شايفين يزن حاول يطلع بالكاميرا بأي طريقة كانت. فطلبت هاي بيتزا الخضار كتير طيبة. وهلأ عاملين كمان أنواع بيتزا تانية يعني. وفي شغلة تانية كمان مغيرين الجبنة، يعني كانت الجبنة اللي يجيبوها قبل آه
هيك فيها شوي ملوحة، فهلأ جابوا أنواع جبنة تانية، فحسيت إنه هيك صار أحسن وأطيب. أنا باعطيهم آرائي بالأكل بالمطعم، كتير باعطيهم تفاصيل تعليمات، قلت لكم بالفيديو الماضي كتير بجننهم يعني بهالموضوع. صحيح في شغلة من يومين نشرت إعلان لبابا عن المطعم، نشرته على الانستغرام وعلى الفيسبوك، لسه ما نشرته تيك توك يعني. فما شاء الله الفيديو جاب 1,000,000 مشاهدة، 1,000,000 وشوي، 1,000,000 و100,000. على الفيسبوك جاب شي 600 مشاهدة، 700 ألف مشاهدة. كتير صار في تفاعل حلو عليه، كتير ضج الفيديو، والكومنتات عليه بتجنن. كل الناس عاطية آراء بالمطعم، بالأكل، بالقعدة، بالخدمة، بالتعامل، بكل شي يعني. كله إيجابي، ما في ولا كومنت سلبي، ما في ولا حدا حكى يعني إنه شي ما منيح. الحمد لله. والكل عم يمدح بالمطعم إنه قد إيه عم يتطور، قديش عم يصير الأكل طيب، قديش في تطور فيه، قديش قعدته حلوة، المناقيش عندهم طيبة، كل شي طيب. فالحمد لله هذا هيك من فضل رب العالمين، وكتير كتير بابا انبسط. على قد ما الناس عم تتحمس انها تجربه، عم يجوا من حلب يوم الجمعة لعنا على قريحة عم ياكلوا بالمطعم، فالحمد لله. وهلا بدي اطلب منكم انتو طلب كمان، تدعوا له للبابا دعوات حلوة، بيقولوا دعوة الغريب مستجابة، ومين ما بيقرأ كمان الدعوة ان شاء الله بتتكرر على لسانه، وان شاء الله رب العالمين بيستجاب. وانتو الله يوفقكم وييسر لكم حالكم يا رب، ويرزقكم كل شي بتتمنوه. صبايا مشان هاي المنتجات، شوفوا أنا جبت كتير منتجات مشان بشرتي، هلأ كلياتها رح أحكي لكم عنها بالتفصيل وإذا بتناسبكم ولا لا. صبايا هاي المنتجات اللي أنا بستخدم كلياتها، هدول كلهم بستخدمهم لبشرتي، بس كلهم لازمين وإلهم حاجة يعني. عندكم مثلا من واقي الشمسي، مثلا للغسول، للمرمم، المرطب، الفيتامين، المزيل المكياج، الريتينال، السيروم للبشرة، شو كان اسمه والله نسيت، مهم ما علينا. هاي المنتجات أنا كلياتها بستخدمها، كلياتها بدكم تقولوا هاي كلها ماركات، أنا بنصح بالماركات. ليكو مو إنه عم قلكم إنه لا روحوا اشتروا غالي كتير كتير أو كذا أو هيك، بس بالقليلة خدوا شي معروف وعن جد الكل بينصح فيه. ما تاخدوا أي شي لبشرتكم، وخدوا شي يناسب بشرتكم. مثلا إذا أنت بشرتك جافة أو دهنية أو مختلطة، خدي هذا الشي اللي يناسبك. هلا أنا كنت عم بستخدم منتجات لبشرة مو لبشرتي، فكنت عم بخرب بشرتي كتير، كان عم يطلع فيها حبوب وعلامات ومثل يعني عن جد عم بخربها، نفرت كتير كتير. فرحت عند الدكتورة ونصحتني وجددت كل هذا الروتين. عم بستخدمهم هلأ هدول بس، ماني عم بستخدم لبشرتي شي تاني، بس هدول المنتجات عم بستخدم. اللي هو مثل ما قلت لكم غسول من زابيوريست، كتير كتير حلو، كتير لطيف، وبيعطي ترطيب كمان، وما له أي آثار جانبية. هاي كمان شوفوا أنيتوليا، مرطب أنيتوليا، كتير كتير حلو، هو مرطب مائي بجنن. هاي كمان أنيتوليا كمان، بس هو يعني مرمم، عفوا مرمم للبشرة بالبانتونيل كمان، كتير حلو لأنه أنا عندي أثر حبوب. هذا السيروم من زابيوريست كمان فيتامين سي للبشرة، بس إذا بشرتكم فيها حبوب ما لازم تستخدموه، لازم توقفوه، وأنا هلأ موقفته لأنه لسه هيك بشرتي كانت نافرة. هذا كمان من غارنيه، هذا مزيل المكياج كمان كتير حلو، أنا بستخدمه، هو للبشرة الحساسة، لأن أنا بشرتي مختلطة على دهنية يعني حساسة كمان، فبستخدم هذا كمان واقي الشمس ماريوديرم، هذا كتير كمان حلو من تركيا. وهذا كمان الريتينال عم بستخدمه كمان لبشرتي لأنه محتاجته هاي الفترة، وهو كتير قوي. وانتبهوا إذا أنتوا جبتوا استخدامه مانو يومي متقطع، لأنه أنا كنت يعني عم بخرب بشرتي بهذا بسبب هذا. كنت عم بستخدمه استخدام يومي مع مرطب ما بيناسب بشرتي أبدا، فبشرتي نفرت كتير كتير، وكنت هديك الفترة عم باكل حد كتير، فكله أخذ على بعضه وكتير أذيت بشرتي، فهلأ عم عالجها وعم بستخدمه بانتظام مثل ما قالت لي الدكتورة. مثل ما قلت لكم كمان هذا السيروم ليكو الأخضر، هذا كوري كتير حلو، شوفوا قديش مخلصة منه بجنن. بس بسبب اني كنت عم بستخدم هذا غلط وعم بستخدم هذا معه، فخلصت نص الكمية وما استفدت منه. كنت هيك كأنه عم كبها كب، فهلأ صرت استفاد منه. ومثل ما قلت لكم هاي المنتجات انا اللي بستخدمها لبشرتي. بدكم احكي لكم عنها اكثر اسالوني، بدكم اشرح لكم بالتفصيل عنها اكثر بعدين، من وين جبتهم، اسعارهم، شو استخدامهم، هاي الامور خبروني انا بحكي لكم عنهم اكيد. وهيك مثل ما شفتوا يا صبايا خبرتكم فقرة العناية والروتين الكامل لبشرتي، ان شاء الله تكونوا استفدتوا. اذا حابين تسالوني شيء او تستفسروا شيء
اكتبوا لي بالكومنتات أنا بجاوبكم. بهذا اليوم تاني يوم صحينا الصبح وهيك طلعنا على البرندة نشرب قهوتنا برا، وكنا عم نساوي نقص الوردات وبدنا نساوي البرندة نعملها هيك تعزيلة ماكنة يعني، لأنه كان نازل مطر وقايمة الدنيا فيها والورد معبي الدنيا، وبتعرفوا نحن حاطين سطولة الزراعات كتير بالبرندة، فكتير بيصير تراب وطين وورق الورد وكتير يعني هيك بتتوسخ. نحن ما شاء الله عنا برندتنا كبيرة كتير، إذا شايفين فيديوهاتي من قبل بتشوفوا قد إيه مساحتها كبيرة، هي لافة على كل البيت، ففيها مساحة كبيرة يعني، وعنا بركة إن شاء الله بدنا نساويها قريبا. في شخص بيشتغل بهاي الشغلات بيشتغل عنا كمان بالبيت، فعم يساوي كمان بيت جدي هلأ. نحن كمان عم نساوي بناية حد بنايتنا يعني بيتنا هو بيت جدي وبيت عمي، وعم نعمل محلات وصالة وهيك قصص. ما بعرف ما عم صور لكم إياها، ما عم بيصير لي روح على هذا المكان يعني في عمال مدري شو، فما بيصير لي إني روح صور لكم وورجيكم التجهيزات. بس إن شاء الله بكرة هيك قريبا هنن عم يكسوها وبيعملوا هيك الديكورات وهي القصص كلياتها والفرش وهالأمور كلها. إن شاء الله بصير بصور لكم إياها وبحكي لكم كمان عن التكاليف، هاي القصص اللي أنتم بتحبوا تعرفوها. الجو بيتقلب. وهيك مثل ما شفتوا عيشتكم هي الأجواء، في ناس كتير مغتربة بتحبها، ما بعرف هيك بيحبوا إنه أجواء الشطف وكب المي وهي القصص. كتير بتجيني كومنتات على فيديوهات الإنستغرام والتيك توك إنه قديش بيحنوا لهي الأيام وهي القصص. ايه والله، فورجيتكم اياها وهيك كانت الاجواء يعني بهذا اليوم. بعد ما خلصنا وهيك رتبنا كل شيء، قعدنا كمان رجعنا شربنا فنجان قهوة، وورجيتكم هيك البرندات عنا شلون الإطلالات، السما ما شاء الله منظرها بيجنن بياخد العقل. فجيت هون بدي ورجيكم عنا هي حديقة البيت. هون رح يكون الزرع والشغلات الكتيرة اللي أنا عم ورجيكم إياها. في عنا مشروع العنب والحصر وهون العرايش إن شاء الله. هلأ كله عم يطلع جديد من جديد، إسا ما ورجيتكم إياه. هذا الفيديو مصور تقريبا يعني أكتر من 10 أيام، فلهيك لسه هلأ كله طلع جديد، فإن شاء الله قريبا حورجيكم إياه. فهون جهزنا حالنا لبسنا وقلنا بدنا نطلع نروح نزور بيت عمو لبابا، في بيناتنا هيك زيارات وكذا، فبيتهم هيك صاير عنا بضاعتنا بس بمكان هيك عالي شوي، هيك بعيد شوي عن بيتنا يعني مو كتير. بس رحنا تمشاي والجو كان كتير حلو، حبيت اني مشي آدم مشان هيك يتمشى يحرك حاله يشوف الدنيا، لأنه كتير قليل حتى إنه يطلع من البيت أو يروح عند حدا، ما باخده أنا لعند حدا. أكتر شي بحب أخده على أماكن هي تناسبه، إنه هيك مثل برية، مكان فيه ورود شجر مساحة كبيرة، أو على الألعاب، أو باخده مثلا معي إذا رحنا على مطعم أو شي مشان إنه هيك غير له جو، أو مثلا لمكان مقرب كتير. فطلعنا والله وتمشينا وشوفوا الجو يعني عن جد كتير كتير حلو، قد ما قلت لكم حلو عن جد أكتر يعني. ورد وريتا وينهم؟ انت شو اسمك؟ قد ايه عمرك؟
3 سنين يا ماما، حتصير 4 سنين. قديش الجو حلو، كتير حلو، شمس. هيا هيا يلا تمشى، يلا امشي لحالك. شو شو قلت؟ وينهم؟ وين السيسان؟ هناك؟ صحلن يا سيسان. فهيك والله قعدنا تسلينا انبسطنا، قعدنا شربنا قهوة ومتة، بتعرفوا بهيك قعدة حديقة البيت بدها قعدة متة وقهوة، فتسلينا والله. وقاعدة مغير شوي شكل وجنني صراحة، جنني. يعني أنا كتير بتعب لما باخده لعند حدا كتير بيحب يستكشف ويشوف. جبت فريز لآدم وموز اللي وقله، يعني مشان إنه هيك كوكتيل كذا. هون بعد ما رجعنا على البيت ماما كان عندها شوي عجينة عملتها قبل بيوم، فضل عندها منها بالبراد، ساوت لنا اياهم هيك مناقيش جبنة سريعات، يعني مثل ما شايفين عملناهم فورا يعني وحطيناهم بالفرن. فماما ساوتهم شوتهم وهيك، والله طلعوا كتير طيبين. يعني هي أكلة الفطاير على غفلة بتطلع غير شكل. أما مشان العجينة ترى فيكم تسوى بعجينة 10 دقايق بتطلع بتجنن، أهم شي تخمروها منيح. هاي الجبس، خيار، بطيخ، كتير شغلات، عصور. بالعادة خيار، بيجي خيار هيك له حب حب. هذا شو، مثل ما شفتوا بالفيديوهات القديمة انه نحن عم نزرع بهاي الطريقة مشان بس هيك زبطنا الارض فلحنا انه يكونوا الشتلات هيك طلعوا شوي فنطبهم بالارض مباشر. فكنا عم نكمل الدفعات التانية لانه ما شاء الله عملنا كتير. بس كنا غلطانين بشغلة، طبعا انا الغلط مني كان انه كنا شوي هيك حاطينهم كتير لتحت البذرات، يعني فما انتجوا من اول مرة. فرجعت قرايبتي، هي بتكون مرت جدي، عملتهم هيك نكشتهم شوي، طالعتهم هيك شوي لفوق، وهيك عملت التراب شوي، فبعدين صاروا ينتجوا فورا ما شاء الله وصاروا غير شكل. بالفيديو الجاي بتشوفوا الحمد لله نجحوا كلياتهم، واللي ما نجحت نجحت جارتها حدا البذرة الثانية. عصافير السنون وطالعة. والله بعد ما خلصنا كل شي تحت وهيك طلعت على البيت، ماما كانت عم تجهز للطبخة وكمان أكلات حلو هيك قصص كنا عاملين مونة، ومصورت لكم إياها بفيديو قصير نشرت لكم إياه، بتلاقوه بالإنستغرام أو تيك توك أو فيسبوك أو الشورتس، يعني بكل المواقع بتلاقوه. هو فيديو قصير لمونة الزعتر الأخضر والزيتون كمان، فسويناهم ونشرت لكم عنهم فيديو. وماما كانت عم بتساوي مندي مجهزة الصلصة اللي إلها وهيك يعني، فقلت لازم هيك أكمل لكم الفيديو صور لكم الطبخة والأجواء هيك يعني. كانت عاملة كمان بسبوسة، وأنا كنت عم جهز كمان للدقوس، ما بحب المندي بدون هذا الدقوس حدا، وبعمله أنا على طريقتي هيك. هو بصل مفروم وفلفلة حمرا وفلفلة خضراء وبندورة وشوية بهارات اللي هو زيت ملح، شوية كمون كمان وشوية حمض، بتطلع كتير طيبة. يعني حد المندي مو طيبة أصلا بدون هاي الصلصة. فبسويها بهذا الشكل وكلياتهم بفرمهم بفرامة الخضرة أو بالبلاندر اللي هو كمان فرامة خضرة. صحيح، بدي أسألكم كيف عم بتقضوا يومكم؟ بتحسوا هلأ التوقيت صار صيفي واليوم طويل كتير، يعني بتعملوا ألف شغلة ولسه اليوم طويل كتير. يعني نحن بنعمل ألف شغلة وبنطلع مندور مثلا، نرجع بنقعد بحديقة البيت، نرجع على البرندة، بنعمل أكلات طيبة، وبتحسوا اليوم ما عم يخلص. مع إنه أنا كتير بنشغل بشغلي وكتير بده وقت، بس مع هيك يعني أنا مو كل الأوقات بحب التهى بالشغل. بحب هيك أوقات ما أسوي شي، يعني هيك اكل اشرب اقعد او اطلع دور، ما اعمل انه اشتغل او كذا.
فأنتوا كيف عم تقضوا اليوم؟ كيف عم بيكون يومكم؟ عم بيكون مسلي إلا عم بيكون ممل؟ وشلون عم بتحسوا أوقاتكم برا بالغربة؟ هلا أنا طالما هيك عم شوف شلون برا الناس بتقول إنه ملل وما عم نعمل شيء كذا هيك، بحس بسوريا الجو مليان أكتر، الوقت يعني عفوا مليان أكتر وفي فعاليات أكتر. ما بعرف أنا هيك حسيت، فأنتوا كيف عندكم؟ أكلنا، طلعت الطبخة غير شكل، الله يسلم إيديها ماما، عن جد كتير ناجحة. بعدين عملت كوبين شاي بالنعناع وقعدنا نشربهم أنا وماما. هون بهذا اليوم كنا عاملين كوكيز كمان، اختي بيسان عاملتهم، كتير طلعوا طيبين. هاي اكتر مرة بينجحوا، بس ما في عليهم حبيبات شوكولا لانه هن اصلا بالشوكولا. طلعنا نقعد برا انا وماما ونشرب القهوة بالحديقة. تتذكروا هذا التاج اللي كنا نساويه بالورود ونلبسه هيك؟ اختي كانت عم بتساويه، جربته انا لبسته واخذت صورة فيه، كتير حلو هيك بيرجعنا لايام الطفولة. وهي الصينية قالوا لي فيها اطيب الشغلات، هي الخس والعقابية. فهيك قعدنا وتسلينا، وبعدين انا قمت وطلعت على البيت، قلت بدي اساوي كاسة كوكتيل لاني ما افطرت. هاي الوجبة من الكوكتيل أنا عادة بشربها إذا كنت ماني مفطرة أو حاسة حالي عن جد إنه لازم أشرب شيء إذا أنا ما تغذيت مثلا، لأنه أنا أكتر الأوقات ما بحب أفطر. فبحط مثلا موز وفريز وبحط شوية مكسرات ومعاه شوفان وحليب نسلة مكثف أو عسل، بس أنا ما بحب نكهة العسل بقلب الكوكتيل. وكمان إذا في عندكم تمر. فكتير كتير هاي وجبة يعني مشبعة ومغذية كتير وطيبة كتير كتير، يعني حتى بحس إنه بتعطيني طاقة كل اليوم، بحس حالي إنه هيك مطمن قلبي إني أنا أخدت شي هيك يفيدني شوي، ما إنه ضليت بلا أكل وبلا فطور، لأنه الأساس هو الفطور وأنا ما بفطر، ما بحب. يعني إذا فطرت بفطر مع هيك العيلة، أجواء عائلية هيك قصص، حسب إذا في فطور هيك كتير طيب إيه بفطر. فكمان مثل ما شايفين كنا عم نساوي مونة الفريز اللي هي مربى، ومنه بنمونه بالثلاجة للعصير أو للكوكتيل وهيك. فنحن كل موسم مستحيل لازم نعمل هاي مونة العصير بالقليلة، لو ما عملنا مربى مو مهم صراحة، مثل مو إنه العصير اللي للكوكتيل هيك يعني. فحتى بابا هلأ جاب كمان وساوى للمطعم مشان يشربوا هيك عصير فريش بالصيف. في كتير صبايا طلبوا مني إنه بس ساويتي المونة أنتي وأمك صوري لنا إياها، لأنه شغلكم كتير بيعجبنا. فرح أحكي لكم طريقة مونة الفريز. ماما غسلت الفريز وشلنا العقب منه، وبعدين صارت تصفه بالطنجرة هيك، كل طبقة فريز مثلا فوقها طبقة سكر، يعني ما إنه في كيلو مكيال أو كذا أو هيك. فلما حطيتهم كلهم هيك طبقة سكر طبقة فريز كلياتهم، تركتهم قبل بيوم بالليل لتاني يوم لحتى هيك تنز ميتهم ويصير مية الفريز تطلع من الفريز مشان وقت الطبخ. مثل ما شفتوا هون طبخته على النار، بتطبخه شي ساعة ونص لساعتين حسب يعني الكمية وحسب ليعقد ويصير مربى. بهي الطريقة كتير بيطلع طيب بدون ما تحطوا له ولا مي ولا أي شي، لأنه هي مية الفريز رح تطلع وقت الطبخ ولأنكم تركتوه ليلة كاملة. فكتير بيطلع طيب. بعد ما يصير هيك ويعقد ويصير مربى، نسكبه بمضاربين بهذا الشكل ونضغطه ضغط منيح. بس أهم شي إنه وقت اللي بدكم تضغطوا المضاربين بتحطوا طبقة محرمة أو مثلا بشكيرة أو قطعة هيك ناشفة تكون هيك رقيقة، بتحطوها هيك فوق المضربان وبتضغطوه كتير منيح مشان ما يعطي لا وجه تعفن ولا هيك يصير له أي شيء. هيك بنحفز بطريقة كتير حلوة وبتحطوه بالبراد. يعني طريقته كتير سهلة، ما بتاخد معكم شيء، وأنا كمان سويت لكم إياها بفيديو قصير وسريع مشان إذا بدكم تحفظوه أو تاخدوه. نشرت لكم إياه هون كمان باليوتيوب شورت قصير، او بالانستغرام بتلاقوه، بالفيسبوك، وين ما بدكم. شوفوا مثل ما انا هيك سويت، حطينا مثل محرمة محارم مطبخ، بتحطوها هيك طبقة على وجه المضربان وبتضغطوا المضربان كتير منيح
لا بيعفن ولا بيصير له أي شي ولا بيسترطب أبدا أبدا. حتى المربى وقت اللي بدكم تعبوا انتم منه بالمعلقة ما بيصير المعلقة تكون فيها مي مشان ما يسكر معكم ويخرب. وبهذا الشكل صار المربى ما شاء الله غير شكل، وعملنا بس هاي الكمية لأنه ما كتير إخواتي بياكلوا. وبس هيك كان الفيديو، إن شاء الله تكونوا حبيتوا يا رب. لا تنسوا التفاعل، اعملوا لي زر التشجيع واللايك، واشتركوا بقناتي إذا مو مشتركين، وفعلوا زر الجرس مشان يوصلكم أول بأول. ولا تنسوا تشاركوا الفيديو لرفقاتكم، وناطروا كومنتاتكم الحلوة كتير. بحبكم كتير، سلام.